السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم يا زملكاويه في فيديو اخبار جديد. هنتكلم عن ازمه قيد صفقات الزمالك الجديده، هنتكلم على عوده جيسوالدو فيريرا لقياده نادي الزمالك من جديد. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو واشترك معانا في القناه وفعل الجرس على الكل وتابع معايا الفيديو للنهايه، ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. واول خبر معانا وازمه صفقات نادي الزمالك في القيد. شفنا الزمالك رجع محمود شبانه واتعاقد مع احمد بالحج، وشفنا بعد كده جاب ناصر منسي، ولكن الازمه كلها في القيد في اتحاد الكوره، والزمالك عليه مديونات لاتحاد الكوره، ولحد دلوقتي اللعيبه دي لسه ما اتأيدتش. لازم الزمالك يدفع المديونات لاتحاد الكوره علشان اللعيبه دي تلعب او يقسط الفلوس بتاعه اتحاد الكوره. وللاسف سياده المستشار مشغول طبعا بشتيمه الاعلاميين، واي حد بيتكلم معاه او ينتقده بس يسب فيه ويلعن فيه ويشتم امه باهله بكل الناس عشان بس بينتقد سياده المستشار ولكن هو مش فاضي لكل ده، هو فاضي ان هو قاعد يشتم في ده ويضرب في ده ويهلل في ده. ولكن مع الاسف هو اصلا مش مهتم اصلا بنادي الزمالك، هو بس مهتم بالشو ونطلع يتكلم عن الناس كلها، لكن للاسف مش عارف يحل حتى المشكله دي. وراح امبارح لاتحاد الكوره، واتحاد الكوره نزل بيان بيقول ان هو مش هيقيد لعيبه نادي الزمالك، هو اصلا لسه من كام يوم غلط في اتحاد الكوره، فعشان كده مش هيقيدوا صفقات نادي الزمالك. ودي مشكله اصلا، واحنا لسه اصلا ممشيين امام عاشور واحد من الاعمده الاساسيه في النادي، ومحتاجين طبعا حد يحل مكانه. فجبنا احمد بالحج اللعيب بتاع اسوان، يمكن يكون اضافه ونشوف موهبه جديده، ولكن مع الاسف بالشكل ده مش هيلعب بسبب ازمه القيد. وادي مشكله جديده ظهرت في نادي الزمالك، نتمنى انها تتحل ونشوف حد بجد، يعني ان احنا تعبنا جدا كجمهور، مش عارفين حتى نستمتع حتى بنادينا ويكون عندنا استقرار زي الاول. كل شويه ازمه ومشكله جديده وحوار جديد، طبعا كل ده سببه مستشار مرتضى منصور اللي هو اصلا مش فاضي لنادي الزمالك. اتمنى اسمع كومنتاتكم تحت رايكم في الموضوع. وتاني خبر بعد كده رحيل امام عاشور من نادي الزمالك. انا شايف ان رحيل امام عاشور طبعا ازمه كبيره، واحد من اهم اللعيبه داخل نادي الزمالك وكان مؤثر جدا ومن القوام الاساسي، وللاسف ما عرفناش حتى نعوضه ببديل محترم. احمد القندوسي كان لعيب كويس جدا، ولكن الاهلي خطفه من الزمالك كالعاده، بسبب طبعا ان الاهلي عنده استقرار وعلاقاته كويسه جدا وبيتكلم بكل احترام وبيعرف يتفاوض. وفعلا الاهلي ادانا على قفانا للمره الثانيه بمعنى الكلمه. ولكن اتمنى ان احمد بالحج يكون كويس جدا، يكون على الاضافه لحد لما الميركاتو الصيفي يجي ونتعاقد فعلا مع خط نص محترم كده زي محمد بن رمضان بيلعب في الترجي، وفعلا نرجع مره ثانيه استقرار على الاقل الفتره اللي جايه. ولكن مش شايف اي استقرار خلال المرحله الجايه. وخبر اللي بعد كده بيتعلق بعوده جيسوالدو فيريرا لنادي الزمالك ويكون المدير الفني في اقل من اسبوع، مش عارف ازاي، ولكن للاسف مرتضى منصور مش قادر يديله الشرط الجزائي عشان يمشيه، فقرر بعد كده ان هو يمشي المساعدين بتوعه ويعين له مساعدين مصريين، نفس اللي في الاهلي بالظبط، نفس اللي موجود في الزمالك، كولر ومعاه مساعدين مصريين. ولكن نتمنى ان على الاقل جيسوالدو فيريرا يركز الفتره الجايه، لان احنا عندنا ماتشات في افريقيا، وكمان هيكون معاه احمد عبد المقصود وكابتن اسامه نبيه. ولكن اتمنى ان الامور تتحسن خلال الفتره الجايه، ولكن انا بصراحه مش متفائل بعوده جيسوالدو فيريرا مره تانية، لان احنا عارفين برضو ان كده ممكن نلاقي تدخل من مرتضى منصور في التشكيل بقى، لان هو اللي رجعه مره تانية. ولكن نتمنى ان الامور تتحسن، ولكن لا، مش بنلاقي تحسن خلال الفتره الجايه. ولكن نتمنى ان الاوضاع تكون احسن، وعندنا ماتش الجاي فاركو، وبعد كده عندنا ماتش ضد شباب بلوزداد في القاهره، ممكن يتلعب في استاد القاهره او في ملعب برج العرب. ولكن نتمنى كل التوفيق والدعم لنادي الزمالك، بس مش لاي اشخاص ولا لاي حد تاني. اهم حاجه ان نادينا يكبر وينافس على بطولات اكتر الفتره الجايه، ودايما هقولها لك الله يا زمالك. كده انتهى الفيديو بتاع النهارده،
متنساش تعمل لايك واشترك معانا في القناة وسيب كومنت تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير، يلا سلام.